عندي وصفة ليكِ النهارده هتقومي تعمليها دلوقتي، كرواسون مقلي بمكونين 2 بس وبيبُظ شوكولاتة. بس قبل ما تكمّلي الفيديو حابة أعرّفِك بنفسي، أنا آية فاروق. في الأول كده صلّي على النبي، ويالّا بقى نخش نشوف الكرواسون جامد ده اللي هتعمليه بمكونين 2 بس. أول حاجة أو أول مكون معانا علبتين زبادي عاديين جدًا، هتحطّي عليهم كوباية ونُص من الدقيق ومعاهم معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح ومعلقة من السمنة، تقدري تستبدليها بالزبدة وممكن تستغني عنها خالص بس هي بتدي طعم قوي. خلي بقى جنبك كوباية من الدقيق، بعد ما حطينا كوباية ونص من الدقيق، ده دقيق عادي او تقدري تستخدمي الدقيق المخصص للكيك والمخبوزات. كل شوية هتحطي معلقتين ومعلقتين لغاية ما تحسي ان القوام بقى سلس معاكي. فخد معايا قد ايه؟ خد معايا كوبايتين ونص دقيق. بس انت في الاول حطي كوباية ونص من الدقيق على علبتين الزبادي، عشان العلبتين الزبادي بتوعي كانوا كبار، فممكن العلبتين الزبادي بتوعك يبقوا صغيرين، صح والّا إيه؟ في حاجة بس نسيتها، كان في رشة من السكر، هنعجنها كده كويس وسيبيها بقى على جنب، حوالي ربع ساعة نُص ساعة. بعد كده ابدئي افرديها على شكل دايرة على رخامة أو أي حاجة عندِك تقدري تفردي عليها، هتلاقيها بتتفرد بمنتهى السهولة، سهلة جدًا، 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 ما فيش أسهل من كده. بعد كده هاتي سكينة أو هاتي القطاعة بتاعة البيتزا، الأسهل ومتوفر عندِك هاتيه، بس ما تنسينيش بدعوة حلوة كده من قلبِك في التعليقات. وهاتيها وابدئي اعمليهم على زي ما قُلنا العجينة هتتعمل على شكل دايرة، ابدئي بقى قطّعيها على شكل مثلثات، يعني هتبدئيها من نقطة كده وابدئي امشي بيها زي ما أنتِ شايفاني باعمل بالضبط، تقدري بقى تحشيها أي حشوة أنتِ عايزاها، جبن ماشي، عندِك شوكولاتة كسّريها قطع صغيرة أوي ولفيها. بس أهم حاجة الجزء وأنتِ بتحطّي الشوكولاتة دي قفّليه كويس، بقى وابرمي، ابرمي كده، ابدئي ابرمي على طول زي ما إحنا بنفضل نبرم ورا جوازتنا لغاية ما نعرف الحقيقة، ابرمي الكرواسون كده لغاية ما يتلف معاكِ كويس أوي. سيبيه حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة عشان خاطر ينفش نفشة حلوة، البيكنج باودر بيخلّيه ينفش بدون خميرة وبدون أي حاجة تانية. المكونين الرئيسيين اللي إحنا قُلناهم الدقيق والزبادي، شُفتِ أسهل من كده؟ زي ما قُلت هاسيبه حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، نُص ساعة بالكتير. بعد كده هتخلّيه هنحط طاسة نحط فيها زيت نخلّيه كده سُخن شوية، نُص حاجة كده بسيطة، ما يبقاش مغلي عشان ما ينزلش يتهري. أنا عايزة العجينة تستوي معايا وفي نفس الوقت الشوكولاتة تسيح. فبعد كده بعد ما حطيته شوية لقيته بينفش كمان مرّة، فدي الفقرة المحببة لقلبي بصراحة. قعد قد إيه؟ حوالي 3 دقايق، 4 دقايق لغاية ما خد اللون الذهبي الرهيب ده. بجد أنا كنت متفاجئة بيه وشكله حلو جدًا. وعلى فكرة تقدري كمان تعمليه اللي هو كِوَر كده صغيرة، شكل دوناتس مكوّر صغنطوط، مش بس شكل الكرواسون. العجينة دي تقدري تعملي بيها أشكال كتيرة جدًا وتقدري تحشيها بحشوات كمان كتير مختلفة. وبقى سهل وبسيط. ما تنسونيش، أنا آية فاروق.